هي راح تسوي له مفاجأة وتستقبلني. جيت بالمطار، قلت انا هناك بالعراق، قلت لهم انه انا جاي بعد ساعتين اصل المطار. اول شغله ما استقبلوني. لما وصلت الفندق اتصلت، كانت تقول لي، كان اجي انصدمت، لقيت ندى فاتحه بث وزعلانه. جيت لقيت ندى زعلانه، دزيت رسائل قلت لها انا اعتذر، ما ردت علي. ذن موجودات، دزيت ما ردم علي. اتصلت بامها قلت لها خاله، قلت لها اللي صار باللايف واذا احد مزعلكم فانا مو مسؤول عنه. انا حسام، ما اعطوني، انا ما زعلان، ما عليك بحد. اي واحد يحكي انا مو مسؤول عنه، انا مسؤول على نفسي. كانت تقول خلاص، قلت لها خلاص شو وقت نلتقي؟ كانت تقول لي باكر. قالت لو باكر لان انا عندي شغل، فاحتمال للثلاثة. قلت لها انا ما اقدر اطول، قلت لها انا امي مريضة ما اقدر اطول، فلازم نلتقي على مود ارجع، لان انا جاي على مود هذا الشيء. ثاني يوم ادز رسائل ما حد يرد علي. ثاني يوم ادز رسائل ما حد جاوبني. ثالث يوم دزيت رسائل ما حد جاوبني. كان التقي باحمد، قلت له احمد انا اريد اشوف ندى، انا جيت من هناك اريد اشوف ندى. كان يقول لي ندى زعلانه. قلت له على شنو زعلانه؟ كان يقول على اللي صار. قلت له انا ما مسؤول عنه. قلت له خلاص نسوي لها مفاجاه. قلت له نسوي لها مفاجاه، ندى ما تدري بالموضوع ولا ام ندى تدري بالموضوع. قلت له نسوي مفاجاه انه انت تعزمهم واني اجي ادخل بصوره مفاجئه واصدمهم. كان يقول لي خلاص. رتبنا موعد اللي هو البارحة الساعة 12. تمام، الساعة 12 احنا متفقين نلتقي. طلع ابو عناد واني قلت لكم انتظروني مفاجأة الساعة 12. طلعنا الساعة 12 واذا بينا قبل ما نصل جتنا رسالة، كان يقولوا لي الموعد التقى، شوف التيك توك هاي موجودة، ما اقدر اشوفكم رسائل، اذا تريدون اشوفكم. فقالوا لي الموعد التقى. انا من صارت هيجي يقولون هم ان هم متصلين علي، وان هم يقولوا لي انا قال لهم مشغول. انا مثل ما تشوفوني انا جيت دبي، ما طلعت المكان بدبي، قاعد بالفندق وما طلعت، لان انا جاي على مود انه انا اشوف ندى بس. هذا اللي جاي علي، ما جاي اطلع ولا جاي اتونس، لان كلها تدريني انا انسان ما احب اطلع. فهذا اللي صار. انا جيت يقولون يدقوا علينا، يقول لهم انا اقول لهم مشغول. والله العظيم ما حد دق علي تليفون، والله ما حد دق علي تليفون. يعني انا البارحه صديقي جايني من امريكا لهنا على مود يشوفني. فهذا اللي صار وهذا ردي، واليوم ارد لكم على كل سالفه. الموضوع الثاني اللي هو انه انا طالع اسوي ترند. هذا مال اسوي ترند كبدايه، شفت الشعب العراقي حب انه احنا اثنيناتنا سوا، ظليت احنا سوا ونرسم الضحكه عليكم وارسم الضحكه، وهذا الهدف الاساسي انه انا ارسم الضحكه. بس عشان اكذب عليكم انا يعني بمرور الوقت والله العظيم يعني ما، وهذا الشيء مو عيب، انا تعلقت بالبنيه، قمت ما اقدر بدونها، يعني اذا هي ما موجوده اضوج. صح كبدايه ترند ومثل اي واحد، بس بالنهايه انا صدق يعني وقعت. وهذا الشيء لا عيب ولا شيء. وحتى ذا كان انه هو ترند او موضوع، يعني موضوع، فنرجع انه هذا البرنامج مال التيك توك الناس ترسم بيه الضحكه، واني رجال كوميدي ارسم الضحكه، فحتى ذا كان ترند. هذا ما يمنع انه اني اجي 4 ايام، اني 4 ايام موجود بدبي، ما حد يسال علي، ما حد يقول انت وين سكنت بالفندق، جايب هدوم وياك، عندك فلوس. انا هذين الرسائل كلهن ما شفتهن، وهاي الرسائل قسما بالله انا مراسلهم والله ما حد مجاوبني. والبارحه لما سمع بي اريد التقي بيهم لغموا الموعد، رجعت النوبه اعتذرت وقلت لهم انا اسف اذا غلطان لان قلت مفاجئه، وعمان اعتذر. بس الموضوع زاد عن حده، فرجاء هذا ردي. وبالنسبه يعني هواي يعني ورا هذا اللي صار، انا متاكد راح تطلع الف سالفه علي، فاي واحد يريد يطلع سالفه علي
فاني اريد اقول لك ما تهمني، يعني اي سالفه يريد يطلعونها انا ما تهمني، موضوع انتهى. اي واحد يريد ينشر يريد يسوي فهذا ما يهمني. انا رجال اضحك فطير شغلات اكو ما اعرفها يعني، والكلها تعرفني. انا همي الوحيد انه اضحك العراقيين، لان احنا العراقيين ناس متعوبين من قهر القهر، من حرب الحرب، ناس قاعدة بالبيت ضايجة. فالمهم اضحكهم. كسب الشعبية من كل الدول، وهذا فخر الي ويزيدني فخر. وارجع واقول انه اني مو على مود شهرة اسوي هيك ولو على مود شهرة اسوي على مود اسوي فيك وما ادري شنو. هذه الشغلات مو عندي. لو اريد اسوي فيك اطلع شغلات كومه. فذني الشغلات مو عندي، والبارحة الكلام اللي انحكى ضدي فوالله العظيم كله كذب من الاخير. واني ما اكذب، انا من اريد اكذبها بلطافه. اقول لكم انا كذاب كله تدرين، انا احكي طق بطق، لا اقول كذي ولا ما ادري شنو هو. وبعدين انا جاي من دبي من العراق وحاط طياره وعابر حدود على مود اجي اكذب بروح. شو عندي؟ جاي عايف امي وامي مريضه وعايف اهلنا وخواتي وجاي هنا. ابسط كلمه راح اقول هذا الرد، واتمنى ان هذا الرد الوحيد انه اني ما كذبت وانا جيت من العراق لدبي، وهذا يكفي. وهسه نروح ونتونس. حب كبير لكم، اموت عليكم، ورجاء انه هذا الموضوع يسكر للابد. اي فيديو ورا هذا اللايف، اي فيديو ينشر عليه، اي محادثة تريد تنشر عليه، اي صورة تنشر عليه، فانا احب اقول لكم طز، خلاص طز. انا حسام، وارجع واكتب بالبايو وارجع واكتب بلساني الا ضحك العالم كله، ارسم الضحكة على العالم كله الى اخر بيوم بعمري. هذا هدفي الوحيد، انه انا ارسم الضحكة على العالم كله. اي طريقة اي اسلوب هذا ما يهمني، المهم ارسم البسمة على العالم. ورا هذا ابد ما مسؤول على اي كلام. يعني اي واحد يريد ينشر يريد يسولف فهذا ما يهمني. وهسه نروح نتونس وخلاص. وبالنسبة الموضوع مهم للفيديو، موضوع جدا مهم اللي اريد احكي لكم بيه، انه اكو فيديو شفته انه انا قايل بلقاء اني انا اللي وقفت وياي زوجتي. هسه اقول لكم شنو هاي السالفة. الله، هسه مثل ما قلنا نرجع نضحك. يا ولو هذا اللقاء فينكم شنو هو؟ هذا اللقاء اللي طالع بيه ومالي قايل وقفت وياي مرتي، هذا اول مرة ارتبط ببنية. خوش، اول مرة ارتبط ببنية. فهذا من ارتبطت ببنية، البنية كانت تخبل، فهذا اول لقاء لي. فلما طلعت باللقاء قلت لها انا اليوم عندي لقاء، كانت تقول لي والله اذا ما قلت انه انت متزوج على مود ماكو بنية تطب لك بعد، اذا ما قلت متزوج احضرك. قبل احضرك جاي يوم انا بعد قلت تحضرني يا ولا انا اول مرة ارتبط، والنوب البنية تخبيل، وفوق هذا فوق تخبيل كل ما اروح للمطعم هي تدفع فلوس. يعني هاي اهم شغلة، من اروح للمطعم هي تدفع فلوس. فارجع قبل رجيت باللقاء كان اقول لهم وقفت وياي مرتي، عاد هي قبل ورا هاي السالفه كانت تخابرني، كانت تقول يوم عازمتك بزرزور تريدون ما اكون متزوج. فهاي سالفه اللقاء، وهاي قسما بالله مو كذب. وشغله ثانيه، يعني لو اني متزوج، ويعني هذا فخر الي وافتخر بيه واقوله ما منهم. يعني قابل شت تذبحوني يابا الهوان البنوات بالبرنامج كلهن حاسبات نفس اختهن حتى مو اخوهن، والله كلهم حاسبين نفس اختهن حتى مو اخوهن، فعاد اقولها. فهذا الرد مالي، والموضوع سكر. نرجع نضحك نلعب جولات ونسى وضحك وخلاص، وسمعوني سلام وهوب نروح. يا الله هسه نروح نطير مرتاح ارحب. قبلها قلنا للشيخ خلينا نروح شنو. الله صعدت لكم وكانت اريق لكم شنو بالكم شغلات ما اعرفها. اليوم تريقت هذا شو اسمه فونت كليكس يابا. هذا فونت كليكس فينكم شنو هو؟ هذا تحط حليب، تمقل الحليب بالطاسه وتحط فوقها ما ادري شنو هو، شلون الكبيس
تمقله، ظل تمقل بيه وهيج، وبكم يصير يخبل. حمد الحوب منورين، اريد ان نلعب لنا واحد ماكو.